في الاداره. انت بتتكلم على الجمهور، انا اجيب لك واحد اللي بيقود بقى ثالثه شمال دي كلها، هو معانا على التليفون دلوقتي. ريعو السلام عليكم يا ريعو. ازيك يا استاذ محمد عامل ايه؟ ازيك يا ريعو؟ مبروك يا ريعو. الله يبارك فيك. عامل ايه يا باشا؟ ازيك يا كابتن نادر؟ اهلا ريو، ازيك؟ اخبارك ايه؟ كابتن رامي، كابتن نجم مصر. مبروك. اهلا يا ريو، ازيك؟ ازيك يا كابتن ايمن؟ ازيك عامل ايه؟ كله يا ريعو بيقول الجمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي هو مبروك نمره واحد لجمهور النادي الاهلي. والله يا كابتن انا زي ما قلت لك، انا كنت معاك من فتره قبل ماتش الزمالك، قلت لك دي منظومه كامله، اداره، جهاز، لعيبه، جمهور، الاربعه لازم يكملوا بعض. مفيش طرف من الاطراف ديت ما بيكملش الثاني، يعني كلنا لازم نكمل بعض وكده. وانا طبعا بشكر والله بجد يعني. بس كابتن نادر متحمس للجمهور قوي اصلا طبعا، حتى بدا اليوم على طول بالجمهور. بص عم ريو، طبعا مع كل احترامي للناس، النادي الاهلي هو نادي تاريخ وبطولات وجمهور ولاعبين واداره، يعني ده من وجهه نظر متواضعه. يعني حجم النادي وقوه النادي في جمهوره، يعني لان دايما لو جينا نحسبها حتى من النواحي الاعلانيه والاعلاميه وكل الامور دي كلها، ان هي بتعتمد على حجم الجمهور اللي موجود في الاهلي. يعني ما فيش لحظه حسيت فيها في الملعب ان انا يائس او انا خسران. بس يا رامي في نقطه مهمه جدا صراحة. ان الجمهور بتاع الاهلي الحقيقه مش بس فقط في الملعب، يعني جمهور الاهلي انت بتتكلم على جمهور الاهلي، انت بتتكلم على يعني محبين او مشجعين للاهلي، مش بس داخل الملعب ال 50 او 60 او 70 او ال 100,000 حتى الموجودين في الملعب. اتفضل مع سامعينك رياض، اتفضل. اتفضل. والله بقول لك كابتن، فعلا انت بتتكلم على الجمهور. لا، جمهور الاهلي فعلا مش متعود، يعني احنا عن نفسنا مش متعودين على المركز الثاني. المركز الثاني زي الاخير عندنا، احنا متعودين على البطوله ومتعودين على القمه على طول. هو ده اللي بيفرقنا عن اي نادي ثاني او اي جمهور ثاني. احنا طبعا يعني بنتكلم مع جمهور الاهلي، لا فعلا جمهور الاهلي بجد بيعمل حاجات جميله، وطبعا احنا لو اتكلمنا على جمهور الاهلي يعني عايزين حلقات كتير قوي يا كابتن والله بجد يعني. بس انا طبعا بقول طب ريعو، انا كنت بتكلم مع الكابتن نادر دلوقتي، وكنت بتكلم مع رامي ومع ايمن اشرف، بنتكلم في نقطه: ليه الدرع اللي قدامنا ده ما يتسلمش يوم الاحد للفرقه والفرقه تحتفل بالدرع ده مع الجمهور؟ ايه اللي يمنع ده؟ يعني انا عارف انتوا كجمهور منتظرين اليوم ده بفارغ الصبر. فرقه في العالم كده ما تحتفلش مع الجمهور بتاعها باي مناسبه. يعني احنا المفروض دلوقتي الدرع خدناه رسمي، يعني ما فيش ولا ماتش تاني بتاع، احنا خدناه رسمي. ليه ما بنحتفلش بيه بالدوري؟ يعني هو المفروض في الاستاد يوم الاحد ان شاء الله كده الدرع ده يكون في الاستاد ونحتفل بيه. ده حقنا، يعني اللي احنا خدناه خلاص كده يعني. وانا سامع ان انتم مجهزين حاجات جامده جدا يوم الاحد. انا بقول لك يعني ما هي تكمل بالدرع، يعني لو في 1% من الدرع مش هيجي يبقى دي يعني كانك ما خدتش حاجه، كانك ماتش عادي. لو الدرع دوت بيفرق حاجات كتير قوي من الفرحه والبطوله بتفرق بحاجات كتير قوي يا كابتن بجد. يعني انت ما خدت بطوله، فين هي البطوله؟ فانت لازم تشوفها في الملعب، بتفرح في الملعب فيها، بتحس فعلا عملت حاجه. خدت الدوري العام، المفروض دوت يروح. يعني انا من رايي يا كابتن والله بجد، يعني لازم يكون في الملعب الدرع دوت ونحتفل بيه، عشان ده حقنا وده يعني فرحتنا الحقيقيه بجد. يعني نحتفل بالدوري في الملعب. اكيد يا ريعو ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك يا ريعو، الف مبروك ليك ولكل جمهور النادي الاهلي. معايا